الجديد في ذلك أنه احنا خلال المرحلة الماضية وخلال النكبة الكبيرة التي حدثت في محافظاتنا، هل نترك الأمر هكذا بدون أن يكون هنالك معالجة لهذا الذي حدث ونجلس في بيوتنا ونترك العمل؟ هذا هو انهزام من المعركة، وهذا هو يعني ما يسمى بالتولي يوم الزحف. اليوم هنالك زحف لإعادة إعمار، وزحف لإعادة تأهيل، وزحف لإصلاح الوضع اللي صار. أنا يعني أنكف إلى الوراء وأتخلى وأقول أنا ما لي علاقة، هذا مو صحيح. ما البعض يأخذ عليك أنت أيام القتال، أيام القتال لم تقاتل، فلماذا تأتي بعد القتال؟ الصحيح لماذا أنا أقاتل؟ أنا لست جنديا أو لست ضابطا أو لست باختصاص القتال. طيب لماذا أنا قاتلت من خلال المكان الذي كنت أمثله بالعمل السياسي. كنت أنا مقاتل في مجال السياسي في هذا الأمر، في المواقف، في طلب العون بس قتالك السياسي أدى إلى سقوط المدن، الشريك من المجتمع الدولي، من المجتمع الشقيق، كل هذا كنت هذا هو مجال عملي في المرحلة الماضية. قتالك أدى إلى سقوط المدن. لا أبدا ليس هذا هو الكلام الصحيح. من أدى إلى سقوط المدن هي السياسات الخاطئة التي كانت تنتهج خلال المراحل الماضية، وهذه السياسات هي التي يجب أن تتغير وتتبدل خلال المرحلة القادمة. أرجع إلى مشروعنا حتى نكمل الفكرة، لازم تصل إلى السادة المشاهدين. تفضل. إعادة إعمار المدن، إعادة إعمار المدن، إعادة تأهيل المجتمع. لا بس أنا أعطيك مجال. نعم. أنت قلت أنا مو جندي أو يعني مو محارب يعني نعم. عسكري حتى أنا أحرر. نعم. أنت اليوم مو مهندس حتى تعمر المدن. نعم، ولكن ممكن من خلالي أن أجيب المهندسين وأن أجيب الدعم والإسناد. الحكومة وحدها لا تستطيع إلا من خلال قنوات سياسية وعلاقات دبلوماسية وعلاقات مع المجتمع الدولي. نحن أبناء هذه المحافظات أولى بنا أن نكون نحن